شفنا كثير فيديوهات عن ناس محتواهم هو الاكل، يعني يجربوا انواع غريبه ومختلفه، او حتى انه يسافروا لبلد معين عشان يجربوا نوع طبخ. في الفتره الاخيره صاروا يطلعوا ناس محتواهم هو الاكل بكميات ضخمه، طلعت ناس تاكل بطريقه بشعه، واغلب اللي طلعوا بهذا المحتوى هم شباب. هل تخيلت بيوم انه اللي راح يطلع بهالمحتوى هو بنت؟ الموضوع شوي غريب صح؟ اشتركوا بالقناه وخلونا نبلش. جيش النتف. عندنا اليوم بنت من السعودية اسمها رنا مطر. خلونا بس ندخل على صفحة رنا مطر على الانستغرام ونشوف ايش طبيعة محتواها. رنا مطر وحاطة علم السعودية، عندها 427 ألف متابع. الحياة حلوة إذا آمنا بذلك. رنا أنت ما خليتي فيها حياة حلوة بعد المحتوى اللي راح نشوفه بعد شوي. بس كاتبة ملاحظة مهمة ببايو حسابها الانستغرام: تحديات هي فقط لقياس قدراتي ولا أشجع عليها. يعني إنه التحديات اللي تعملها هي بصفحتها والأكل اللي تاكله ما تشجع اي حدا انه يجرب. حتى بس ركزوا لي على صوره البروفايل، يعني بعد شوي احس راح تاكل التليفون. المهم خلونا نتعرف على محتوى رنا مع بعض ونعطي رياكشن فقط ورده فعل مو انتقاد عشان ما حدا يزعل يعني. وتحدي اليوم سمبوسه ومحشيه بترند دبي. 100 حبه تقع بالاسد داخل الصاج. 100 حبه من السمبوسه بالجبن. معلم انا اذا اكل 5 حبات خلاص هذا بالنسبه لي فطور وغدا مع بعض. الحلو برنا انه تشغل تايمر وتحطه بالفيديو، يعني عشان نشوف بكم ثانيه او بكم دقيقة خلصت هاي الوجبة. احنا ناكلهم كذا وندلعهم بشوية كرانشي. جاهزة؟ 1 2 3 ليتس جو. باب حتى ال100 حبة اللي جايبتها يعني ما اكلتها خلاص مثل ما هي، لا حطت مكونات وهي كلها اللي حطتها يعني راح تثقل الوجبة، يعني ما راح تكون وجبة عادية. بس هي 100 حبة عن جد ولا في غش بالموضوع؟ ركزوا لي على عدد الحبات. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? اكلتها عن جد عن جد اكلتها يا شباب. ادور على غلط بسيط بالفيديو، الموضوع عن جد مو طبيعي مو طبيعي. وخلصتي 100 حبة سمبوسة محشية كنافة بالبيستاشيو في 12 دقيقة. ليش مبسوطة يعني بالنهاية؟ ليش مبسوطة؟ هذا الشيء مو طبيعي. خلونا بس نشوف ايش اكل حتى يعني الصفحة معباية اكل. وتحدي اليوم وليمة رمضان. سليق حجازي صحن كامل يكفي 6 اشخاص. تتوقع وجبة كاملة تكفي ل6 اشخاص. طيب ليش انت تاكل هاي الكمية؟ وعشان نسهل التحدي رح نخلي الدجاج من العظم. هروح اغسل يدي وارجع لك. وطبعا لزوم الدلع في السليق شوية شط مع شطة، حتى مع شطة يعني ما. وهذا العظم بعد ما خليناه من الدجاج. طب انا المكونات اللي حطيتها فوق الوجبة لوحدها هاي انا اذا اكلها راح تقفل معي النهار كله، فما بالك اذا اكلت هاي وجبة كاملة. بلا ملعقة رنا، بلا ملعقة. اسرع اسرع، ايوه اسرع اسرع، بلا ملعقة. بالايد بالرجل بكل شيء، يلا بلا ملعقة. مو طبيعي شباب. خلصت نص الوجبة بدقيقة، هاي دقيقتين. Oh my god, bro. Oh, hell. يعني إذا انعزمت على شي مكان هاي راح تاكل حتى الناس المعزومة. وتحدي اليوم كبسة إلهام بناء على طلبكم. الشيء الحلو اللي عجبني بمحتوى رنا انه اغلب الفيديوهات اللي تصورها كل فيديو هو اعلان. مثلا هون كبسة الهام، هي عن جد راح تاكل وجبتين كبسة. قد ايش اقدر اخلصها؟ مطبوخ بذمة وضمير يعني طابخين وجبتين عن جد والله. ودحين وقت انه نطلع العظم من الدجاج. هي دائما تركز على موضوع انه تطلع العظم من الدجاج. والله لو طلعت كل العظم يعني راح تظل الوجبة ثقيلة ول6 اشخاص او ل10 اشخاص. بدي اشوف بس لما بلشت اكل. 3 2 1 جو.
شباب حاسس رنا آلة، حرفيا حاسس رنا عبارة عن آلة، يعني ماسكة كاسة المي بإيد وبالإيد الثانية شوي شوي. ليش مستعجلة؟ والله مو سباق. وتحدي اليوم بيك 5 بيك بيك و2 مسحب بناء على طلبكم. شباب هون تاكل برجر 5 كبار و2 هاي كأنه وسط أو شيء، يعني مو طبيعي. تتوقع قد ايش اقدر اخلصها؟ جاهزة؟ جاهزة هي أكيد جاهزة معلم، يعني Go. لا تسأل. في حتى أشياء جانبية جنب الوجبة، هاي كأن ما حسبتها أو شيء. شوف بلشت 5 7 برجر راح تاكل، لسه ما بلشت طبعا. شوي شوي يا رنا، شوف لي بلشت بالوجبات. شوف 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 شوف، يلا روح. أكلت المحرمة كأن ولا إيش؟ وخلصتي 5 بيج بيك وصحنين مسحب في 7 دقائق و4 ثواني. 7 دقائق. انت شوف لي الزمور اللي يطلع بعد ما تخلص الوجبه. حلو برنا انها كاتبه انه لا حدا يجرب هذا الشيء، يعني اكيد في اطفال تتابع رنا او في حدا مو فاهم. شيء حلو يعني عجبني برنا. والشيء الثاني الاعلانات، والله يعني محتوى مربح، يعني انا بعد شوي قايم اعمل هذا المحتوى. بس في شكوك حول محتوى رنا. هل محتوى رنا هو حقيقي؟ يعني عشان تبعد هاي الشكوك دائما تحط تايمر. لاحظنا بالفيديوهات انه تحط تايمر. بس في مقطع انا ما اعرف وين راح، شفته مره لرنا، فطلبوا من رنا انه تاكل وجبه. لما طلبوا من رنا معلم، رنا صارت يعني استغبت. هذا الشيء شكك انه محتوى رنا مطر شيء يعني غير واقعي. خلونا نشوف ايش منزله ستوري مبينه وكانها لطيفه، اما يعني بس تنزل على المحتوى راح تاكله. يعني حتى شكلها جسمها معلم اضعف مني. انا دائما ادور على انسان انحف مني، وشفنا رنا الاكل اللي تاكله رنا هذا معدل اكلي السنوي. انا سؤالي اللي يطرح نفسه، الاكل هذا وين يروح؟ بدنا نشوف شوي تعليقات. ايش العالم كاتب؟ تحداكي تاكلي رئيس اليمن. دائما تاخذ التحديات من التعليقات. مثلا واحد يكتب لي اتحداك تاكلي الوجبه الفلانيه. والله هي اذا شدت حالها شوي راح توصل لمرحله هسه بدي افهم حقيقه هاد ولا شو. صراحه ما في اي دليل انه مو حقيقي، وما في اي دليل انه حقيقي. ما تمليني من الكذب على الناس شباب. عيب شوي نحترم رنا. يعني كل حدا ما صدق الفيديو يحط لايك. ابلع لايك ابلع. والله انا خايف اكمل الفيديو وتاكلني رنا بعد شوي. وبس والله يا جماعه على طلبكم عملنا هذا الفيديو، وهذا رايي بموضوع رنا مطر. اكتبوا لي انتم ايش رايكم بالتعليقات، وهذا حساب الانستغرام هون يطلع، ضروري جدا تضيفوني عليه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام. ومعانا تليفون A48. بكم ثانيه متوقعين راح اكله؟ نبلش.